ساعدتني ان انا احل جلد الوزه او المشكله بتاعت جلد الوزه يعني. السلام عليكم يا بنات، ازيكم؟ النهارده فيديو جديد من سلسلتكم المفضله، منتجات مصريه تستحق العالميه. فيلا بينا لايك على السريع وسبسكرايب للقناه لو اول مره تشوفيني. معاكم جهاد قيشو ويلا بينا. وزي ما اتفقت معاكم في بدايه السلسله دي ان انا في السلسله دي كلها ما بتكلمش ابدا على اي برودكت انا مش مقتنعه بيه بنسبه 100%، يعني برودكت كده من وجهه نظري انا احس ان هو ما فيهوش ولا غلطه. اول حاجه عايزه ابدا لكم بيها وهو بديل البادي ميست ده من باث اند بادي وركس. البادي ميست ده كان في ناس كتير قوي بتحبه وانا من ضمنهم بصراحه. كنت بحب البادي ميست ده قوي. عايزه اقول لكم ان هو ريحته، لو انتوا مش عارفينه، هو ريحته انثويه جدا جدا وفخمه في نفس الوقت. فانا لقيت البديل بتاعه وبجد يا جماعه نسخه. عايزه اقول لكم ان انا حطيت بتاع باث اند بادي وركس في ايد والتاني ده في ايد علشان اشوف هل في اي اختلاف في السنت. الاتنين نسخه من بعض بالظبط. وهو البادي ميست ده من سولان مور اللي هو اسمه ريد فورست. البادي ميست ده يا جماعه ولا اي اختلاف ما بينه وما بين ميد نايت بومجرينيت. عايزه اقول لكم انت في اول ما ترشوه كده يعني هتشموا ان هو نفس الريحه، بعدين هتحسوا لا الريحه اتغيرت. ادوها بس 3-4 دقايق كده وهتلاقوها نفس الريحه وهتكمل بقى معاكم نفس الريحه بالظبط. ده غير ان الثبات بتاعه لمده 12 ساعه، وبجد حرفيا 12 ساعه كاملين. عايزه اقول لكم ان انا كان عندي قبل كده بادي ميست اسمه فانيلا ليس، هو ده كده شكله، علشان هم عندهم 2 فانيلا. انا سمعت ان الفانيلا التاني مش احلى حاجه بصراحه، بس انا ما جربتوش. انا جربت ده عشان هم الاتنين كمان نفس الشكل تقريبا من بره، نفس الديزاين يعني. بس اللي انا جربته اللي هو فانيلا ليس ده ريحته برضو قويه، لكن ده ثباته اعلى بكتير، وكمان الريحه بتاعته انثويه جدا عميقه كده، يعني ينفع تروحي بيها الشغل او الجامعه لان هي بجد كانها برفيوم، ولا اي اختلاف ما بينه وما بين انك حاطه برفيوم. يعني لو حد ما يعرفش ان انت حاطه بادي ماست هيعتقد ان انت حاطه برفيوم بالظبط، لان هو الاداء بتاعه حلو جدا جدا كفوحان وثبات. بس الثبات بصراحه بتاعه اعلى بكتير من الفوحان، لانه الثبات بتاعه 12 ساعه، وده مفيش بادي ماست اصلا بيثبت 12 ساعه دي خالص، يعني انا بشوفهاش اصلا. لو انتوا بتدوري على بادي ماست من لوكال براند ويكون ثابت ويكون الريحه بتاعته كمان انثويه، لو انتوا عايزين تعرفوا الوصف بتاع الريحه بالظبط، هو فروتس على باودر على ريحه كده سبايسي شويه، زي ما تحسوا ان فيها قرفه مثلا. فهو ريحته بالنسبه لي انا تحفه، لان انا كنت بحب البادي ماست ده. طبعا ده غير كمان انك لو عايزه تثبتي الريحه طبعا هاتي معاه البادي لوشن بتاعه. البادي لوشن انا كان عندي مشكله زي ما قلت لكم قبل كده مع البادي لوشن بتاع السنت دي، يعني انا كنت قلت ده عليها من زمان قوي قوي ان انا ما بحبش البادي لوشن بتاعها. لكن البادي لوشن ده اولا هو خفيف جدا، بس الترطيب بتاعه كويس قوي قوي قوي، وكمان بيمتص في الجلد بكل سهوله. اول ما تحطيها تحس ان هو مش نفس السنت خالص. يعني انا اول ما شميته كده قلت يو بقى نفس المشكله بتاعه سولان مور في نفس البادي لوشن الاولاني. قلت واضح ان هم يعني مش بيعرفوا يظبطوا قوي ان السنت تكون متشابهه ما بين البادي لوشن والبادي ماست. وبعدين قلت خلاص يعني يبقى هما مش شبه بعض عادي، يعني مش مشكله. بعدين بشم ايدي كده بعد 10 دقايق بالظبط لقيت فيها الريحه واضحه قوي، فقلت ايه ده، هي انا ما رشيتش هنا اي حاجه. فبشم بقى في جسمي لقيته بالظبط نفس ريحه البادي ماست، بس طبعا هي الريحه اقل بكتير. فانتوا لو عايزين تدعموا ريحه هاتوا البادي ماست مع البادي لوشن، ولكن زي ما قلت لكم ان بجد البادي ماست الريحه بتاعته قويه جدا جدا. كمان في شاور جel، وانا ما جربتش الشاور جel بتاع المجموعه دي نفسها، لكن انا تجربتي مع الشاور جel بتاع سولان مور اصلا حلوه. وهسيب لكم كمان البرومو كود بتاعي اللي هيديكم خصم اضافي فوق الخصومات الموجوده. انا هحاول انزل الفيديو ده بدري، يعني مثلا ممكن ينزل يوم الاربعاء مثلا، هتكون لسه الاوفرز بتاعت الفالنتاين موجوده عندهم. المجموعه دي كلها تقريبا ب 570، البادي لوشن والبادي ماست والشاور جel. بعد البرومو كود هتبقى ب 500، انا قلت 570، هي هتبقى 540 بعد البرومو كود بتاعي. حلوه جدا جدا وبجد تستحق سعرها، لان هي فعلا الثبات بتاعها حلو قوي قوي، والشاور جيل بتاعهم كمان كبير اللي هو 500 مللي. طبعا هتلاقوها موجوده على الويب سايت بتاعهم وكمان على نون لو انتوا عايزين تشتروها. لو مثلا اي حاجه اتكلمت عليها ليها برومو كود معايا هحط لكم البرومو كودز كلها تحت الفيديو. ثالث حاجه ودايما بتسال عنها كتير قوي قوي هو على الهايلايتر اللي انا بستعمله، وانا بستعمل الهايلايتر ده بتاع مايت سينما. عايزه
اقول لكم سعره حلو جدا جدا، وكمان هو حجمه كبير قوي قوي، يعني تقريبا هتورثيه لاحفادك اساسا. انا بصراحه بستعمل الثلاثه دول كده مع بعض، اللي هم الثلاثه الفاتحين، مش بستعمل خالص خالص اللي هي لونها برونز دي، بستعمل الابيض والجولد واللي هو الروز ده، باخدهم كده كلهم مع بعض بالفرشه وبحطهم، بيكون الافكت بتاعهم حلو قوي قوي. بس زي ما انتم شايفين كده اوحش حاجه في الباكج، لانه المرايه دي بتتكسر يعني مع الوقت، بس مش مهم لان هي كده كده بتقدري تركبيها بسهوله علشان تحافظي عليه. هو كافكت وكحجم هو كويس جدا جدا، والسعر بتاعه كمان خطير. رابع حاجه هو السيرم ده من كلاري. جماعه السيرم ده انا مش عارفه هو كان تايه عني فين، انا بجد بجد حاسه ان ده السيرم المثالي للشعر الجاف تحديدا. لو انت شعرك دهني اختفي من حياته، يعني اوعي تجربيه ابدا ابدا، لان هو اكيد هيلزق شعرك، لان هو بجد قوامه تقيل جدا. هو مناسب اكتر حاجه للشعر الجاف. اوحش حاجه فيه الباكج بتاعته، لان هي انا مش عارفه يعني صعب انك تشوفه من خلال الكاميرا يعني، بس هي بتسرب، وانا يعني بتسرب حتى مثلا لو حطيتها على التسريحه او كده بتسرب، فانا مش عارفه هي ليه بتسرب. بس هو فعلا كتاثير بجد خطير يا جماعه، ريحته حلوه، القوام بتاعه تقيل، وانا بجد بحب السيرم اللي يكون القوام بتاعه تقيل. طبعا انا عارفه 100% السؤال اللي جه في دماغكم دلوقتي هتسالوني هو ولا بتاع فيفلن. بصوا بقى الفرق ما بين الاثنين. اولا بتاع فيفلن تقدري تستعمليه قبل الحراره بس لحد درجه 200، يعني مش اكتر من كده. تاني حاجه ان هو بتاع فيفلن ينفع للشعر الدهني عادي، لان هو القوام بتاعه متوسط، ولا هو الخفيف الميه ولا هو التقيل. فلو اخدت منه مثلا، لو انت شعرك دهني شويه، اخدت منه حته صغيره، لان انا صاحبتي شعرها دهني وبتستعمله عادي وكويس معاها، فهي بتاخد منه حته صغيره، انا باخد منه كميه اكبر شويه عشان انا شعري جاف. لكن ده ما ينفعش مع الشعر الدهني، لكن هو مع الشعر الجاف خطير بجد خطير. ترطيبه قوي جدا جدا، ريحته حلوه قوي قوي. الاثنين ريحتهم حلوه، والاثنين ما ينفعش اقول على واحد وحش وواحد حلو، الاثنين حلوين جدا جدا، ولكن واحد هيناسب تقريبا اغلب انواع الشعر، لكن لو شعرك جاف هتحتاجي منه كميه اكبر شويه. لكن ده مش مناسب خالص مع الشعر الدهني، هو بس مناسب مع الشعر الجاف. وبجد الاثنين تحفه وبراندات مصريه، طبعا هتلاقيهم متوفرين كل واحد على الويب سايت بتاعه. وطبعا انا دلوقتي بقى عندي برومو كود كمان مع باركفيل، اي حاجه من باركفيل هتلاقوا ليها برومو كود عندي، برضو هسيب لكم تحت الفيديو. بعد كده الشاور جيل ده من تيلوفيل اللي هو بالفانيلا. جماعه الشاور جيل بتاع تيلوفيل فعلا حلوه قوي قوي، بس انا اصلا السنت بتاعت الجازمين نفسها ما حبيتهاش قوي، رغم ان انا كنت متوقعه بصراحه ان انا احب الجاسمين اكتر. يعني هم لما بعتوا لي الباكج قلت لا انا اكيد هحب الجاسمين اكتر، انا حتى قلت لهم ده، وبعدين لقيتني لا ما حبيتهاش قوي بصراحه، حبيت بتاعه الفانيلا اكتر. حتى كمان اخويا، عايزه اقول لكم ان انا اخويا من الناس اللي ما بتحبش خالص اي شاور جيل في الدنيا غير بتاع باث اند بادي وركس. بعدين لما حصلت طبعا المقاطعه وكده كل الستوك اللي عندنا خلاص، فقام جاي قايل لي هو ما فيش شاور جيل تاني؟ قلت له لا خلاص. قلت له وعلى فكره هو مقاطعه عشان لو ما كنتش عارف. قام جاي قايل لي لا خلاص مش عايزين اي حاجه من وشهم تاني، ما بيحبش قوي اللوكال براندز في الشاور جيل. فلما جبت ده استعمله وحبه كمان، قال لي برده انا حبيت بتاع الفانيلا اكتر. فالشاور جيل بتاع تيلوفيل فعلا فعلا حلوه قوي قوي، الكواليتي بتاعته حلوه. فانتوا لو بتدوروا على يعني بديل كويس ومصري، فالشاور جيل بتاعهم حلو جدا جدا. اما بقى دلوقتي هكلمكم على حاجه انا كلمتكم عنها كتير جدا جدا، ولكن انا هكلمكم عنها النهارده علشان سبب واحد بس، ان هي ساعدتني ان انا احل جلد الوزه او المشكله بتاعت جلد الوزه. يعني ساعدتني فيها، مش هي السبب الوحيد ولكن هو ساعد فيها. هو الدراي اويل بتاع فيفلن. جماعه انا بجد ما كنتش بستعمله عشان كده اصلا، انا بستعمله عشان انتوا عارفين ان انا بحب المبدا عموما بتاع الدراي اويل. فبعدين مع الوقت كده بدات ان انا الاقي ان انا جلدي بقى انعم كتير، وفي نفس الوقت بدات مشكله جلد الوزه ده تتحل. ولقيت كذا حد بيقول الموضوع، فبدات اخد بالي انا كمان، اللي هو لا ده واضح ان في اجماع على الموضوع ده، ان هو فعلا بيساعد في حل المشكله دي. بيضاعف الترطيب بتاع اي حاجه بتحطيها، يعني مثلا حطيتي بادي لوشن وبعد كده حطيتيه بيضاعف الترطيب بتاعها. اي حاجه بتحطيها وتحطي عليها دراي اويل بحس ان هو بيخلي الترطيب في حته تانية خالص، غير بقى ان هو بيساعد فعلا في علاج جلد الوزه. فانا حبيته اكتر بسبب الموضوع ده، يعني قلت اقول لكم عليه. بس في بنوته سالتني هل هو مهم قوي؟ يعني انا بجد ما بحبش اقول على حاجه خصوصا لو هي حاجه سعرها غالي شويه ان هي مساله حياه او موت، الا لو هي فعلا عبقريه بقى وبصوا هتجنن الدنيا كلها وهتشقلب حياتكم. فلا طبعا الدراي اويلز مش من الحاجات الاساسيه خالص خالص في الروتين بتاعنا، بس لو انت عندك رفاهيه انك تشتري وتدلعي نفسك هاتي، غير كده ما تحسسيش نفسك يعني ان هي حاجه لازم تكون موجوده في الروتين بتاعك. اما بقى بالنسبه للهاند كريم ده من شان، يا جماعه انا بجد ما توقعتش ان هو هيكون حلو قوي كده. الهاند كريم ده بجد ترطيبه حلو جدا جدا، وكمان احلى حاجه فيه ان البشره او الجلد بيمتصوا بكل سهوله. فبتقدري مثلا لو انت في
الشغل او الجامعه او كده بتقدري تمسكي بقى الاقلام بتاعتك او اي حاجه، يعني مش بيقعد بقى يزحلق كده ويبقى احساسه رخم، لا بيرطب الايدين كويس جدا جدا وبيخليها ناعمه اكتر. ده غير كمان طبعا ان سعره اقتصادي ومتوفر في كل مكان في الدنيا، صيدليات، نون، موجود كمان على الويب سايت بتاعهم، وزي ما قلت لكم البرومو كود تحت الفيديو. واخر حاجه معايا في الفيديو هي برده من باركفيل، عاملين ليف ان، واحد كونديشنر واحد كريم. لو انت مثلا شعرك دهني هيكون مناسب معاكي الكونديشنر اكتر، لو شعرك جاف هيكون مناسب معاكي الكريم اكتر. بس انا عايزه اقول لكم ان الاثنين فعلا قوامهم خفيف، فاعتقد ان الاثنين مناسبين لكل انواع الشعر. يعني شعري جاف بس الكونديشنر بيكون مناسب برده معايا، والكريم برده مناسب معايا، فالاثنين مناسبين معايا بصراحه. فحاسه ان هم هيكونوا مناسبين تقريبا لاغلب انواع الشعر، كل واحد بقى على حسب نوع شعره يعني بياخد الكميه المناسبه، لانه انتوا عارفين ان تقريبا اغلب انواع الليف ان كانت دخلت تحت بند المقاطعه. فانا بجد كنت محتاره ومحتاسه اجيب ايه، فانا اتفاجئت اصلا على فكره، ما كنتش اعرف خالص ان سيرو بايب عندهم ليف ان. وبالنسبه لكلاري فهو اصلا الليف ان بتاعهم لسه جديد، اما بقى بتاع سيرو بايب فانا بجربه بقالي فتره وبرده كان عاجبني جدا جدا. فدول كده كانت انواع ليف ان من براندات مصريه، كمان اسعارها اعتقد مناسبه بصراحه. مش عارفه، عايزه اقول لكم ان الليف ان بتاع كلاري ريحته حلوه قوي. انتوا اصلا اكيد عارفين اللاين بتاع كلاري ريحته مميزه، هو نفس الريحه بتاعه الهاند كريم بالمناسبه، فالريحه بتاعته حلوه قوي قوي. بس كده يا بنات، دي كانت منتجات مصريه تستحق العالميه بكل جداره بجد، ولا برودكت فيهم حسيت ان هو اي كلام. كل برودكت فيهم فعلا بيحكي حكايه، وكل برودكت فيهم اثر فيا بشكل مختلف. لو اي حد فيكم استعمل اي حاجه من اللي انا اتكلمت عنها في الفيديو يكتب لي في الكومنتس ايه تجربته معاها وكده، علشان برضو لو في حد عنده وجهه نظر مختلفه. يا رب تكونوا استفدتوا واستمتعتوا وانتوا بتشوفوا الفيديو ده، وان شاء الله نتقابل مع بعض في فيديو تاني قريب. شكرا ليكم، مع السلامه.